عاملين ايه يا جدعان؟ الفيديو ده من غير سكريبت وطالع مش حالق ولا غاسل وشي وحالتي ما يعلم بها الا ربنا. بس عشان طالع انتوا وحشتوني مش اكتر، وعشان في كام حاجة برضو عايزين نتكلم عليها. من ضمن الحاجات ديت فهي الاجازة والسنة والعام. انا في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو دوت فالاجازة خلاص هتخلص كمان اسبوع. انت عملت بقى ايه في الاجازة؟ هنتكلم دلوقتي. وبرضه نتيجة الثانوي العام لسه طالعة امبارح ولا أول امبارح على حسب الوقت اللي بصور في الفيديو. وبرضه في فئة كده هما الفئة الأشباح بتوعت كل جيل. حابب أقول لك إن في 250 ألف واحد سقط في الثانوي العام. أنا مش فاهم أنا إيه الرقم دوت، ولا الطلاب كانت بتعمل إيه يعني ساعتها. وبرضه في واحد كده مش عارف كان بيفكر في إيه علشان يجيب النتيجة ديت. هو طلع الأول بسم الله ما شاء الله يعني، ولكن يعني ايه برضو واحد يجيب 100%؟ 320 من 320. يعني انا اعلى حاجة شفتها كان 95، وده كان التوب وشفت على التيك توك، وعمري ما شفت حد معدي 90 وش لوش. فاللي جايب 100 دوت وبيقول لك انا مستني التنسيق ينزل. التنسيق اللي ينزل يا ابني؟ ده انت اللي هتحدد التنسيق هيختار ايه. ده انت تجيب الوزير يقول لك كليات تحت بيتك. لا وكمان برضو لحد دلوقتي في حالتين انتحار. فربنا يسامحهم يا رب ويصبر أهاليهم ويغفر لهم. وبرضه أنا عايز أقول حاجة، يعني يا جماعة الثانوي العام مش نهاية الطريق، ولا هي اللي هتحدد مصيرك، ولا نهاية العالم. ده بس مجرد اختبار بسيط من اختبار الدنيا اللي هنشوفه فيها. فبرضه نقول للأهالي تخف شوية على أولادنا. وإحنا النظام الجديد البكالوريا طلعت قلت كده قبل كده وبتاع يعني. وعبد الله ده اسمه عبد الله محمد ولا مش عارف ايه، جايب 100% ومستني التنسيق ينزل. مش فاهم انا ازاي. نيجي بقى نتكلم على الاجازه. انا الحمد لله الحمد لله استغليت الاجازه يعني واشتغلت. شوف بقى انت يا فاشل يا معفن يا جربوع، عملت ايه في الاجازه يتذكر وتفتخر بيه؟ روش ما تسواش. قعدت انت مفخدها في البيت ونمت، وانت وقت ما كنت نايم انا كنت بنزل بشتغل وبجيب القرش من بق الاسد. يا جربوع يا معفن. انا عايز بقى اخواتي اللي جابت نتيجة الثانوية العامة تطمني عليها وتقول لي عملت ايه وناوي على كلية ايه. ودعوة حلوة بقى منكم ليا عشان انا داخل تانية بكالوريا بقى ونظام جديد وفلان تجارب زي ما قلت. و انا ما بطلتش محتوى هادف وبتاع، لا انا بس ايه، كنت بس طالع علشان اطمن عليكم وكده اشتغل وبتاع. كنت وحشاني مش اكتر يعني. و سلام عليكم.